قائدهم، وإمام الجند قائدهم، إمام الجند قائدهم، وأتم به يعني إيه يا إخوة؟ اقتدى به. والإمام هو المثال، والإمام الطريق. يقول الزبيدي في تاج العروس: والدليل إمام السفر، والحادي إمام الإبل. صح كده؟ الدليل هو إمام السفر، احنا مسافرين معانا دليل، ده يسمى ايه؟ إمام للمسافرين، دليل المسافرين. الحادي هو إمام الإبل، وإن كان وراءها لأنه الهادي لها. وخلاصة هذه التعريفات المتقاربة أن الإمام هو الذي يتقدم القوم فيأتمون به ويتخذونه مثالا يقتدون به، فيكون هاديا لهم إلى الطريق، فهو إذن رئيس القوم وقائدهم. ماشي الكلام لحد دلوقتي يا إخوة؟ ولا الكلام الناس نايمة؟ ولا نكمل؟ ولا يعني ننجل على حاجة تانية؟ يعني حد معانا متابع؟ حد معانا متابع يعني؟ طيب أنا أتمنى يكون في متابعات، لأن الكلام إلى حد ما كلام كويس يعني. يقول: الإمامة في الكتاب والسنة، ورد لفظ الإمام في القرآن الكريم بصيغة الإفراد، مش ماشي، وبصيغة الجمع في عدة مواضع منها. ماشي، يبقى ورد لفظ الإمام في القرآن الكريم بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع في عدة مواضع منها قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يبقى هنا إبراهيم إماما، وجعلنا منهم إيه؟ أئمة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، مفرده. وقول الله تبارك وتعالى: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون القصص. وقول الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جميل. يبقى أدى كلمة الإمام يوجد في الكتاب بلفظ المفرد وبلفظ الجمع. أما في الحديث النبوي الشريف فقد ورد لفظ الإمام في مواطن كثيرة، أبرز هذه المواطن: من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. طيب أنا كل شوية هقول مصحصحين، يا ريت أي اللي صاحي معانا يبقى مصحصح كده، عشان إيه يعني أحس إن الدنيا عايشة يعني. يقول: طب إيه الإمامة في الاصطلاح يعني؟ يبقى احنا عرفنا الإمامة في اللغة، والإمامة من القرآن، والإمامة في التعريف الاصطلاحي. ماشي. يقول: ثمة تعريفات كثيرة للإمامة تختلف في اللفظ أو في الدلالة والمعنى. ثمة تعريفات كثيرة للإمامة تختلف في اللفظ وفي الدلالة والمعنى. يقول: ولئن تعددت تعريفات علماء أهل السنة واختلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني، لكن الاختلاف الجوهري في تعريف مفهوم الإمامة هو بين علماء السنة من جهة، وأئمة علماء الشيعة من جهة أخرى. يبقى تعريفات علماء أهل السنة بالنسبة للإمامة ورد فيها تعريفات كثيرة فيها اختلاف في اللفظ أو في الدلالة والمعنى، لكن تعدد هذه الألفاظ والدلائل والمعاني إنما تصب في هدف واحد. لكن الاختلاف الجوهري في هذه التعريفات وقع بين أهل السنة في المجمل وعلماء الشيعة بحسب نظرة كل واحد منهم لمفهوم معنى الإمامة. وفيما يلي بعض أبرز تعريفات علماء السنة لمفهوم الإمامة. الإمام الماوردي في 400 سنة الأولانيين، يعني ولد سنة 364 ومات 450، وهو أول من صاغ النظرية السياسية للإمامة الإسلامية أو للإمامة السياسية في الإسلام من منظور أهل السنة والجماعة.
هو اول من صاغ النظرية السياسية الاسلامية عند اهل السنة. الامام مين يا اخوة؟ الماوردي. بيقول ان الامامة موضوع او موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ده تعريف الامام الماوردي. بيقول ايه يا اخوة؟ ان الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. انتوا عارفين كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انا حطيت لكم التعريف على السبورة كده. ان الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. حديث بني اسرائيل، حديث اللي النبي كان قاله: كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم. وظيفة مهمة جدا. ما انت هتعرف يا انسان عادي والشيعي اللي موجودين معانا الفرق يجي منين. طيب، لان التأصيل الشيعي لمسألة الامامة ما كانش عليه ادلة واضحة بينة في المسألة كما سيأتي. يعني هو هينقل برضو من كلام علماء الشيعة برضو. يقول الامام الماوردي ان الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. الامام الجويني كان ليه كتاب جميل جدا يا عمي، يا ريت يكون عندك يا عم شهيد، اللي هو في التياس الظلم. مش عارف ايه، فكرني بالعنوان يا عم شهيد. الامم في التياس الظلم. الكتاب جميل جدا. يعني الكتاب الوحيد اللي هو كان عندي هنا، كان الشيخ رفاعي سرور كان الله يحفظه كان اداهولي، الله يرحمه كان اداهولي. المهم اجيبه لك الان. يعني الامام الجويني بيقول ايه في مسألة الامامة يا اخوة؟ بيقول رياسة تامة. الامامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. ده الامام ايه يا اخوة؟ امام الحرمين الامام الجويني يقول عن الامامة ايه يا اخوة في تعريفه؟ يقول على السبورة هو قدامكم التعريف. يقول ان الامامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. في مهمات الدين والدنيا. طيب، ويعرفها الإيجي يقول بأنها خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إمامة الدين. يبقى الإيجي يعرفها يقول خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إمامة الدين. الدين خدوا بالكم، هذا بقى هتفرق. الأول في واحد يقول لك دين ودنيا، واحد يقول لك دنيا بالدين، واحد يقول لك لا ده هي في الدين. معايا يا إخوة؟ التغاير هذا في التعريفات في النهاية. أما ابن خلدون فيقول وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب. برضو يعني يحسن ان احنا برضو نضع على السبورة كلام ابن خلدون. يقول كده، عايزين نحط خليفا وإماما. ابن خلدون بيقول ايه؟ وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين. نيابة، يبقى الإمام هنا ينوب عن مين يا إخوة؟ عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، يعني بالدين، وتسمى خلافة وتسمى إمامة. والقائم به خليفا أو خليفة وإماما. غياث الأمم في التياث الظلم. الله يحفظك. غياث الأمم، الله يبارك في عمرك. عندي هذا الكتاب يعني في المكتبة تحت. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبت التحليل الحمد لله بخير. طيب ربنا يخليك لأمك يا رب. ماشي. طيب، الشيخ محمد رشيد رضا بيقول نفس الرأي
بالضبط، يعني اللي هو كلام ابن خلدون، يعني يقول يعتبر أن الخلافة والإمامة العظمى، خدوا بالكم، الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين 3 كلمات معناها واحد: الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين. خلافة يبقى عندنا اللفظ حصل فيه يعني تعدد، إما خليفة يسمى، ويسمى إماما، إمامة عظمى، أو إمارة المؤمنين. ال3 ألفاظ دول يأتون بمعنى اللي هو القائم الإمام. يقول: ونرى أن ثمة ترادفا بين ألفاظ الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين عند أهل السنة. دي كلها مترادفات للخليفة الكبير، فممكن يكون يسمى خليفة، يسمى أمير، يسمى إيه يا إخوة؟ إماما. يسمى أمير، يسمى إمام، يسمى خليفة. فالنووي، الإمام النووي يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين. الكلام ده كلام مين؟ الإمام النووي، طبعا بالصفحة والكلام ده، بس أنا إيه عشان أنزل تحت وأطلع تاني وأجيب المصادر كل الكلام اللي أنا بقوله بالكتاب وفين والصفحة. يعني ابن خلدون وافق محمد رشيد رضا، أو محمد رشيد رضا وافق ابن خلدون في المسألة دي مع الإمام النووي في أنه ممكن يقال للإمام خليفة، ويقال لي إمام، ويقال لي أمير المؤمنين. الشيخ محمد أبو زهرة يفسر الشيخ محمد ذلك الترادف بقوله: خدوا بالكم، المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى. المذاهب السياسية، خد بالك، بعيد بقى عن ايه، هل هيخش فيها دينية ولا لا. المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إدارة شؤونهم، وتسمى برضو إمامة لأن الخليفة كان يسمى إماما، ولأن طاعته واجبة. وهكذا أخذت الإمامة عند أهل السنة، أو أخذت الإمامة عند أهل السنة معنى اصطلاحيا. فقصد بالإمام، بتموت انت في الفلوس. عليكم السلام صبر كده. يقول: وهكذا أخذت الإمامة عند أهل السنة معنى اصطلاحيا، فقصد بالإمام خليفة المسلمين وحاكمهم، فلم يفرقوا بين لقبي الخليفة والإمام. أما بالنسبة للشيعة، خد بالك، الاثنى عشرية، فإن الإمامة عندهم أصل من أصول الدين وحجر الزاوية في المذهب الشيعي. ولعل أفضل تعريف نجده فيما ينسب من القول إلى الإمام الثامن علي الرضا عليه السلام. يقول: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء. افهم واصحى شوية. الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة هي خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول: إن الإمامة هي زمان الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمامة رأس الإسلام النامي وفرعه السامي، وبالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله، ويقيم الحدود، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله. الإمام هو المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم المرسوم بالحلم. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد.
ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب ولا اكتساب، بل اختصاص من المتفضل الوهاب. خدتوا بالكم يا اخوة من شوية التعريفات الحلوة دي؟ يا ريت اقدر احطها لكم على السبورة برضو زي ما حطيت لكم بعض التعريفات، ويا ريت تطلع. اسمعوا، خدوا بالكم في بعض الغلو في الكلام، كلام خطير جدا. لما بدنا طلعت يا اخوة ايه، طلعت المسألة ظهر الكلام الاحمر بتاعي ولا ما ظهرش؟ طيب الحمد لله. اسمعوا، فيه شوية غلو، واحد متفرد مفيش زيه، لا بدل منه ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب ولا اكتساب. الله، امال جت منين؟ ماشي، نكمل وبعدين كده هنفتح باب الحوار. مشايخنا موجودين، عمنا شهيد والاخوة. طيب ايه هو اختلاف مفهوم الامامة بين السنة والشيعة؟ مفهوم اختلاف الامامة بين السنة وبين الشيعة. يقول يختلف مفهوم الامامة عند الشيعة عن مفهوم الامامة والخلافة عند اهل السنة، كما اتضح في التعريفات السابقة يعني. لأن الإمامة عند أهل السنة والجماعة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. خلاص، يبقى الإمامة عند أهل السنة والجماعة خلافة نبوة في حراسة الدين. الخليفة ده جاي يحرس الدين، أوامر الله، العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، ما نص عليه الكتاب والسنة. وظيفة الإمام حراسة خلافة النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، وسياسة الناس بهذا الدين، وحفظ دنيا الناس عن طريق هذا الدين، فلا يحل لهم حراما ولا يحرم عليهم حلالا، إنما يأمرهم وينهاهم بما جاء في الكتاب والسنة. يعني نيابة عن النبي في سلطته الزمنية دون الدينية. فليس للإمام عند أهل السنة سلطة التشريع، مفيش سلطة دينية عند الخليفة، إنما الخليفة يحكم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أكمل لهذه الأمة أمر دينها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ما فيش حد ثالث، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، ما فيهاش وإمام، إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صح؟ وقول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جدا رد الأمر كله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى مين يا إخوة؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى خلافة النبوة أو تعريف الإمامة عند أهل السنة والجماعة خلافة نبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، بهذا الدين، أي نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلطته الزمنية، لأنك بتستدعي سلطة النبي الزمنية اللي كان فرضها على الناس في هذا التوقيت، فبتشوف كان هو بيعمل ايه وقت ما كان في زمانه، فتستدعي هذه الأحكام والأوامر والنواهي في سلطتك أنت الزمنية. السلطة الزمنية بتاعت النبي خلاص عدت عليها قرون، لكن لابد أن تأتي بهذا النموذج كخليفة وإمام، فتجعله أنت بينك وبين المسلمين وتسوس الناس به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم. وبالتالي ليس للخليفة، خد بالك الكلام ده مهم يا إنسان عادي، وبالتالي ليس للخليفة صلاحيات الرسول في التشريع،
والأحكام التي تصدر عنه اجتهادية لا إلهية. صح، حسب مستجدات العصر الناس تعمل الأشباه والمسائل دي تردها إلى نظائرها، والناس تقيس، الناس تعمل كله على حسب القواعد والأصول التي أقرتها الشريعة. فليس للإمام أن يحل أو يحرم، وليست له صلاحيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع وإصدار الأحكام، إنما أحكامه اجتهادية لا إلهية، عكس التعريف اللي احنا حطيناه ان ربنا لما بيعين واحد بيديله عند الشيعة زي ما احنا قلنا كده، الكلام هيجي برضو يعني. يقول بينما الإمامة عند الشيعة، يبقى الإمامة عند أهل السنة والجماعة هي ايه يا إخوة؟ خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي نيابة عن النبي في سلطته الزمنية دون الدينية، وبالتالي ليس للخليفة صلاحيات الرسول في التشريع والأحكام التي تصدر عنه اجتهادية لا إلهية. بينما الإمامة عند الشيعة خلافة الله وخلافة رسوله، ومنزلته منزلة الخلافة والإمامة منزلة الأنبياء، وهي إرث الأوصياء. واضحة؟ واضحة يا إخوة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ الإخوة اللي نايمين بالله، أي يعني اللي نايم يا ريت يشخر، عشان أنا يعني لما بسمع تشخير الإخوة ربنا يبارك فيهم يعني بصحى شوية نراخ. يقول بينما الإمامة عند الشيعة هي إنسان عادي، خلافة الله وخلافة الرسول، يعني مع اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص لا، لسه الدين بينزل، بيتنزل عمن اصطفاهم الله تبارك وتعالى ليكملوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتح الله عليهم بأشياء لم تكن من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ورثة الأنبياء، ورثته لهم حق الزيادة والنقصان والتحليل والتحريم، لأنه إرث، واخد بالك. يقول وعليه فإن الإمام يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يخلفه في إيه؟ طيب في سلطتيه الدينية والسياسية، أي له صلاحيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع والأحكام التي تصدر عنه، هي أحكام إلهية وليست اجتهادية، فهو يحل حلال الله ويحرم حرامه. فهو عندما يحل فكأن الله قد أحل، وعندما يحرم فكأنما الذي حرم هو الله تبارك وتعالى. وضحت يا اخوة المسألة دي؟ في فرق ولا مفيش فرق في المسألة؟ انت بتقول الكلام ده، لكن انت لو ترجع لكتبك يا انسان عادي هتلاقي الكلام ده. يعني معانا شيعي 5 وهو بيقول لك كلام حق، واخد بالك؟ فاسمع انسان عادي، هي برضو فكرة لا، مش ده مش كلامك اللي انت تقوله. يعني هل للإمام عند الشيعة انه حلال الله او رسوله هو حلال الإمام؟ انسان عادي، يعني الإمام الآن لو أحل وحرم له أن يحل ويحرم ولا لا؟ أكيد صح؟ لا. طب نكمل وبعدين ايه نرجع لمسألة الخلاف كده. يقول بينما الإمامة عند الشيعة خلافة الله وخلافة رسوله، ومنزلتها منزلة الأنبياء وهي إرث الأوصياء، وعليه فإن الإمام يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلطتيه الدينية، ودي الخطورة. أما السياسية مفيش خلاف، أي له صلاحيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع والأحكام التي تصدر عنه، أحكام إلهية وليست اجتهادية، فهو يحل حلال الله ويحرم حرامه. وعليه يجب أن يكون الإمام كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوما عن الذنوب. عرفت كلامك غلط ولا ما عرفتش؟ مش الإمام عندكم معصوم من الذنوب والأخطاء، ومخصوصا بالعلم الإلهي لكي يكون حجة الله على العباد وهاديا لهم، ومؤيدا من الله وعالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم.
ويلزم من ذلك أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه من الله ورسوله، مش ينفع إمام منتخب. صح كده؟ صح يا إخوة؟ شوف الكلام واضح ولا مش واضح بقى بالعبارة الأخيرة؟ حد معانا يا إخوة ولا حدش معانا؟ معانا يا إخوة، ربنا يحفظكم يا رب. طيب، يقول وعليه فإن الإمام، ركز تاني يا كده، وعليه فإن الإمام يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سلطتيه الدينية والسياسية، أي له صلاحيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع والأحكام، والأحكام التي تصدر عنه هي أحكام إلهية وليست اجتهادية، فهو يحل حلال الله ويحرم حرامه. وعليه يجب أن يكون الإمام كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوما عن الذنوب والأخطاء ومخصوصا بالعلم الإلهي لكي يكون حجة الله على العباد وهاديا لهم ومؤيدا من الله وعالما بجميع ما يحتاجه إليه الناس. معقول يبقى فيه إمام قاعد مع الناس وهو منصوص عليه إمام معصوم من الذنوب والأخطاء وما يكونش عارف في المسائل؟ ولو استجدت أمور أصلا، يقول وهاديا لهم ومؤيدا من الله وعالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. يقول يا إخوة خدوا بالكم، ويلزم من ذلك أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه من الله ورسوله. هي دي بقى المشكلة، بقى الفرق. أعطيتم الإمام قداسة ومعصوم ولا يقع في الذنوب والأخطاء ويبقى عارف، مفيش حاجة اسمها الإمام مش عارفها، وعشان كده بقى لازم الإمام ده يكون منصوص عليه. هو احنا لما يعني وأمرهم شورى بينهم ونختار إمام زي ما حصل كده، وعلي بن أبي طالب قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. ده الكلام ده عكس الكلام اللي هو عند الشيعة، لأن الشيعة عندهم قول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذه الآية ضعونها في أن الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه. وقول الله تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما، وقوله وجعلنا للمتقين إماما، وقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله تعالى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقوله إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وشالوا الآيات بقى وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. طب ما هي في أئمة بيهدوا إلى النار، اشمعنى اخترتوا كده؟ يعني انت خدت بالك؟ يقول إذ قيد الإمامة إذ قيد الإمامة عهد الله بعدم الظلم، والمعصية ظلم، وبالتالي يجب أن يكون الإمام معصوما. فما ينفعش إمام يجي وما يكونش معصوم، أو إمام يقع في ظلم أو يخطأ أو يسأل في حاجة يقول لك والله ما عارف، أو الكلام ده بقى أقدس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان يسأل على الأشياء ويقول والله ما أعرف، واخد بالك، وينتظر حتى ينزل عليه. لكن الإمام عند الشيعة أعلى رتبة ودرجة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الكلام لا ينال عهد الظالمين. تمام كده؟ أي الإمامة. العلامة الطبطبائي يقول إلى أن معنى الإمامة هو غير معاني الخلافة والرئاسة والوصاية، ففي رأيه أن الإمامة التي جعلها الله لنبيه إبراهيم عليه السلام هي كون الإنسان بحيث يقتدى أو يقتدي به غيره. انت عارف التعريف ده بيجي ليه يا إخوة؟ علشان لو قالوا الإمام الخليفة طب ما هو ما فيش أئمة يجوا خلفاء إلا مثلا علي بن أبي طالب بس، في حد خليفة تاني؟ الحسن تنازل عنها، لكن ما فيش حد إيجا من الأئمة ال12 كان خليفة. فيفلت لك من مسألة الخلافة
ومسألة الكلام ده بالإمامة الدينية. يقول لك هي الإمامة الدينية وليست الإمامة السياسية وحكم الناس والكلام ده يعني. طيب ممكن نلخص بقى يا إخوة عقيدة الشيعة في الإمامة بما يلي. اكتب عندك يا إنسان عادي. واحد، وجوب الإمامة على الله، يعني ما ينفعش رب العباد يسيب الناس من غير إمام. وجوب، اكتبوا يا إخوة دلوقتي سفر السلامات بدأ أبو تراب. نمرة واحد، وجوب يجب على الله. في حاجة تجب على الله يا إخوة؟ يبقى أول حاجة وجوب الإمامة على الله، وجوب الإمامة على الله. اثنين، وجوب النص على الإمام، يجب أن ينص فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان كده. ثلاثة، وجوب عصمة الإمام، فالإمام لو مش معصوم يلعب عند أمه مش إمام. علم الإمام إلهام من الله، علم الإمام. أربعة، إلهام من الله. يبقى وجوب الإمامة على الله، وجوب النص على الإمام، وجوب عصمة الإمام. أربعة، علم الإمام إلهام من الله. خمسة، منزلة الإمام كمنزلة النبي باستثناء الوحي والكتاب. النبي ينزل عليه كتاب وكان بيتنزل عليه وحي، لكن دكا يلهم من الله تبارك وتعالى، إلهام وحي بس من نوع آخر. زي ما هم قالوا ان الإمام أو نهج البلاغة وحي، لكن كان وحي إلهامي. كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن، الإمام علي جاء به بنهج البلاغة. كما أن النبي كان يوحى إليه، كان علي يوحى إليه وحيا إلهاميا. النبي وحيه وحيا ملكوتيا، أما علي بن أبي طالب كان وحيا إلهاميا. يقول لهذا السبب نجد أن علماء الشيعة يميزون بين لفظ الإمام ولفظ الخليفة، ولا يستخدمون اللفظ الأخير في أبحاثهم. كلمة الخليفة دي ما بيطروهاش أبدا، إنما كلمة الإمام بس، إلا للإشارة إلى من اغتصبوا آل البيت حقوقهم. فكلمة الخليفة عند الشيعة لا تستخدم أبدا، إنما إمام، لأن الخلافة هذه لفظة الخلافة إنما تستخدم في الطعن في من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واقتصر لفظ الخلافة على التاريخ السياسي. ونذكر هنا أنه قد اختلف موقف الشيعة من السلطة القائمة عن موقف أهل السنة، فشكل الشيعة المعارضة السياسية والدينية لها، بينما كان الموقف السلبي أو السني تسليما للأمر الواقع. وهذا ما دفع الشيعة إلى البحث في الإمامة، فقاموا بتحديد مصطلحات هذا العلم وموضوعاته، بل بابتداعها في مكانة الأبحاث السنية في الإمامة في موضوع الرد على أسئلة الشيعة. وبهذا شابهت صيغة الجواب صيغة السؤال، وغلب استعمال لفظ الإمامة على استعمال لفظ الخلافة في أبحاثهم.